السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي وإخواتي حبايب قلب في كل مكان وعيلتي التانية، ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى احنا جايين مع بعض بفكرة جديدة جميلة 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 جدا. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل مع بعض طريقة عمل الأطواق. الطوق ده هنعمله ازاي؟ هنعمله باللولي، بالخرز، بالوردات، بالتل، زي ما انت حابة. لو عندك حتى طوق قديم في البيت تقدري تستعمليه تاني وتقدري تستخدمي الشاسيه بتاعه. طيب ما عندكيش وعايزه تعمليه كمشروع، بنطلع عند بتاع الخردوات، بتجيبي الشاسيهات بتاعه الاطواق بالشكل ده كده. بتبقى بكام؟ بيبقى ب2 جنيه ونص او ب3 جنيه بالكتير قوي. تقدري تشكلي منه احلى تشكيله اطواق. انا هعمل طوق النهارده باللولي. طب ازاي؟ هنشوف مع بعض بالخطوات. ومعايا هنا الماده اللي هلزق بيها، دي زي الشمع بالظبط، بتلزق، بتخلي الحاجه زي الحديد. يعني معايا هنا برضو اهو مسدس الشمع، بس انا مش هستخدم المسدس، انا هستخدم الماده دي الانبوبه دي ب45 جنيه. بتفضل عندك مده طويله جدا وجميله جدا 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 في الاستعمال. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. اول خطوه ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. اول حاجه هنعملها، هنعمل البدايه بالعقده والسلسله زي اللي احنا كنا عاملينها في الشنطه. يعني احنا عملناها مع بعض قبل كده، بس هنعملها برضو دلوقتي. هنقسم الخيط نصين وندخل 4 خرزات اهو، زي ما كنا عاملينها للشنطه بالظبط اهي، ونجيبها نصين بالشكل ده كده. نعمل ايه بقى بعد كده؟ اجي في اخر خرزه واروح مدخله منها ايه عشان اعمل العقده بتاعتي، واروح مدخله اهو الخيط بتاعي بالشكل ده كده، واروح عامله كده كده. انا عملت اول عقده اهي، شايفين؟ دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. هنرجع بعد كده، احنا اخدنا ال4 خرزات. تاني مره بعد كده بناخد ال3 خرزات، ناخد في الجهه اليمين خرزتين اهم، والفتله بتاعتي من الجهه الشمال ادي خرزه بالشكل ده كده. واجي في الاتنين اللي انا عملتهم دول اخد العكس عشان اعمل العقده اهو بالشكل ده كده اهي. شفتوا يا حبايب قلبي؟ الموضوع سهل جدا 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 اهو كده. انا عملت الايه العقدتين بالشكل دي اهو. اكملها بقى زي ما انا عملت كده وارجع لكم تاني عشان ما اطولش معاكم. وما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. كده هي حبايبي خلصت اهو على مقاس العقد بتاعي. مرضتش اعمل الفينش ولا اقفل غير وانا معاكم كده. انا خلصت خالص اهو، معايا الحبل زي الخيط اهو زي ما هو. هنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم قبل كده، الخيط ده لا بيتقص ولا بيتربط. انا يا دوب بس اشتغلت الحته الطويله. هنعمل ايه؟ هنيجي من هنا كده واعمل عقده بالشكل ده كده، واجي من الجهه التانيه واعمل برضو نفس القصه، اخد بين الخرزتين وبين بعض واخد عقده. الخيط ده ما بيتربطش، بيفك. اعمل ايه بقى؟ كده الخرز بتاعي اهو عملته خلصته. ابتدي بقى ادكك الايه الخيط بتاعي في قلب الخرز، بدي متانه وفي نفس الوقت عمره في حياته ما يفك. لو ما عملناش الخطوه دي هيفك مننا. ارجع كده اعيد اهو بالشكل ده كده، ادكك الخيط في قلب الخرز نفسه تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الجهه اليمين والجهه الشمال اهو. كده يا جماعه اهو خلصنا
تدكيك الاستك بتاعنا. نبتدي نعمل ايه بقى مع بعض كده؟ نجيب الماده بتاعتنا دي اللي بقول لكم عليها، وابتدي اجي على الطوق بتاعي بالشكل ده. دي زي الشمع بالظبط، بتمسك كويس جدا. كده اهو نبتدي نمشي على الطوق بالشكل ده كده. كده اهو يا جماعه خلصنا. يا دوب بس مجرد ان هو ايه بيمسك، لان الماده لسه طريه. ايه رايكم في الطوق؟ بس هو لسه شايفين من هنا كده لسه سايب اهو. ايه رايكم في الطوق ده؟ سهل جدا 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 وبسيط الصراحه، تحفه والله، تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. بصي يعني الطوق اصلا بيتكلم اهو. بجد انا مبسوطه بيه جدا. انت متخيله بقى انك انت تعملي مشروع زي ده في البيت هيكلفك ايه؟ كله هاندي ميد، شغل يدوي. شغلي مخك تكسبي فلوس، شغلي مخك تكسبي فلوس. ايه رايكم؟ اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. إيه ان شاء الله كل يوم اعمل معاكم فيديو اوريكم برضو ازاي نعمل الطوق بطريقه تانية ومختلفه، ازاي نعمل الشنط، ازاي نعمل الاساور والعقود، الشغل الهاندي ميد اليدوي، ازاي هنطرز على فستان. طب لو عندك فستان قديم وعايزه تطرزيه، طب لو انت اشتغلتي، يعني انا النهارده كان عندي عروستين جايبين لي فساتين اطرزها لهم، هوريكم برضو ازاي هطرزهم. نقفل بقى الماده دي. الماده دي يعني ب45 جنيه. الانبوبه دي سهله جدا جدا واحسن من الشمع كمان، ومتينه جدا، فيها نسبه متانه جامده جدا جدا، وما بتبطعش مش زي الشمع اهو. والطوق بقى تحفه، نشف خالص اهو وجمد، وبقى بالشكل الجميل الجميل ده. ايه رايكم؟ اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.